السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نخيط معكم هذا الموديل هذا اللي كتشوفوا في الصورة. موديل رائع بالقطن. اذا على بركة الله، اولا قبل كل شيء شوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر، وما تنساوش الاعجاب بالفيديو، وخليوا لنا التعليق ديالكم، الاستفسارات ديالكم، الاسئلة ديالكم في التعاليق، وما تنساوش ايضا تبارطاجيو الفيديو باش يوصل لعدد كبير من المشاهدين. اذا على بركة الله، كيف ما كتشاهدوا هذا الدورة ديال العنق، كنكرينيو واحد 3 ديال المناطق كيف ما كتشاهدوا. هنا كندير واحد العطفة دائما كيف ما شرحت في الفيديوهات الاولين، العطفة ديال نصف سنتيم. هنا ما كنقطعوش الفتحة ديال العنق، كنخليو الدورة ديال العنق كبيرة شوية. هنا كنهبطو بواحد 7 ولا 8 ديال السنتيمتر. كنديرو هاد الكوزة هادي اللي شرحتها لكم في الفيديو اللي قبل، 3 ولا 4 ديال الكوزات. هنا قد ما هبطي ولا قد ما خصك تهبط به في الصدر، كل واحد ولا الاختيار ديالو. دائما ما كنجبدوش الثوب، وما كنحاولوش نجروا القطن. خاص القطن يكون كيتمشى في الماكينه بسلاسه باش ما يتكمش لينا الثوب ان شاء الله. انا غادي نخدمو بالقطن ديال اللون ديال الثوب. غادي نعمرو هاد الكوزه هادي كيف ما كتشاهدوا. هنا غنديرو الديكرادي اللي هو اللون الثالث. غادي نختمو هاد الكوزه هادي نعمروها. هنا غادي نديرو القطن اللي بدينا به، غادي نختمو به هاد الرشمه هادي ولا هاد الكوزه. غادي نهبطو به نيشان كيف ما كتشاهدوا. دائما ما كنجرش الثوب، ما كنجرش القطن، يدي كتكون مرخوفه باش القطن كيمشي مزيان. من هنا غنخدمو القطن ديال الثوب، اللون ديال الثوب. غادي نجيو هنا النيشان ديال الكوزه، غادي ندخلو بواحد 2 ديال السنتيمتر ولا 3. غادي نفس القياسات نفس العبار. غادي ناخدو واحد الرشمه، غنديرو واحد المثلث فيه 2 ديال السنتيمتر كيف ما كتشاهدوا، 2 على 2 على 3 لتحت باش كتجينا رشمه مزيانه. ايوا كنطراسيوها وكنتبعوها بالقطن باش كتجينا رشمه مقاده. اللهم بارك. هنا غادي نخدمو بهذا القطن الاحمر ولا الغوز. غادي نخلي واحد سنتيم ونص ولا 2 ديال الفرق كيف ما كتشاهدوا. هنا كنعمر، وهنا كنخلي داك الفرق اللي خليته في الاول كنبقى نخدم به حتى كنخرج بالقطن. هنا هاد المثلثات تقدر دير 3 4 5 على حساب الرشمه، على حساب انا مبغيتش نكبر الرشمه باش ما يطولش الفيديو. مع ذلك نتوما تقدروا تخدموا بأكثر من رشمه. هنا غناخد ثاني اللون الاصفر، غنتبع به القطن الاصفر، وهي غادي نكمل باللون الاصفر دابا. وغادي ناخد ثاني اللون الاحمر وغنتبع به اللون الاحمر حتى كندير واحد 3 ولا 4 ديال القياطن حتى كيعمروا لي هاد المربعات الصغار، كيعمر هاد الفرق الصباط
ولا ديال سنتيم ونص اللي خليته هنايا كما كتشاهدوا. الرشمه ديالنا بدات كتبان. انا كنعمروها المربعات. الرشمه كتجي رائعه وسهله في نفس الوقت. خاصها تكون عندك القياسات مضبوطه ديال المربعات باش كتجيك رشمه واضحه ملي كتكملها، كيبانش فيها العيب. غنديرو القطعه الثالث باللون الاصفر. دائما كنتبعوا اللون الاصفر. هنا غناخدو هاد اللون هذا اللي بدينا به الرشمه ديالنا في الاول، غادي نختمو به هاد الرشمه هادي. انا غنديرو واحد الدائره صغيره كتعطي واحد الجمال، كتبين لينا داك اللون الاصفر. كنتبعو به داك الفراغ اللي باقي لينا بين اللون الاصفر والاحمر ولا الغوز. انا اللون الغوز كنسميه هنا الاحمر بحال كما كتشاهدوا. الرشمه ديالنا بدات كتبان مزيان، وبنفس القيطان غادي نختمو به هنايا، نتبعو به اللون الغوز. انا غنديرو واحد رشمه صغيره. هنا غنتبعو القيطان الغوز وغنديرو هنايا هاد الدائره هادي الثالثه باش كتعطينا رشمه واضحه كتجي رائعه جدا. هنا غنديرو واحد الدائره صغيره. نقدروا نديرو الشوشه هنايا ولا نديرو شي خميسه ولا اي حاجه، ولا نزوقوا هاد الرشمه كامله بالعقيق ولا باي حاجه تقدر تزيدها على هاد الموديل هذا. هنا غادي نديرو نفس الرشمه اللي درناها في الجهه الاخرى. كنطلعوا بواحد 4 ديال السنتيمتر ولا 3. اذا من بعد ما كملنا الرشمه ديالنا، هذا هو الشكل النهائي ديال الموديل ديالنا اللي هو رائع. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. هذا فيديو مهم جدا، موديل رائع جدا صراحه من التصميم ديالي. كيجي هائل كما كتشاهدوا. القيطان ما شاء الله مرسوم. بالنسبه للناس اللي كيسولوني على الفيزلين، انا ما كنخدمش بالفيزلين، كنخدم ديريكت على الثوب على القماش. هذه هي الخلف ديال القماش. دونك الثوب ما كيتكمش على حساب الريغلاج ديال الماكينه.
اذا هنا غادي نخدمو ديجا خدمت لك الاكمام، خدمت الكمام ديالي. هنا غادي نلصقهم حيت خدمتها مخزنيه. هذه كنسميوها مخزنيه، يعني كيكونوا الكتاف طايحين، ما كنديروش التقويره ديال الكمام وداكشي، كنخليو ديريكت كما كتشاهدوا. كنجيبوا النصف ديال الكم مع النصف ديال الكتف. هنا غندوزو هذا القيطان هذا. كنحاول نسرع الفيديو باش ما يطولش بزاف. هنا المونتاج ديال القندوره ديالنا دائما خليكم كملوا الفيديو ونتلاقاو من بعد. اذا هنا كملنا المونتاج. غنديروا العطفه ديالنا، غنديروا الاورلي كما كتشاهدوا. هذه هي الطريقه باش كنديروا الاورلي ولا العطفه. كندخلوا كاع ديك الحاشيه تحت الخياطه باش ما يبقاش يبان لينا كثرة الخيوط. هنا كيف ما كتشاهدوا باش كتعلموا تخدموا الاورلي وتجيكم الخياطه مزيانه ومقاده. ضروري شويه ديال الصبر. اذا من بعد ما كملنا القندوره ديالنا، هذه هي الخياطه ديال العطفه ديالي. يعني كتجي عبار واحد قياس واحد، اللهم بارك. هذا هو الشكل النهائي ديال القندوره ديالنا. نتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وكنأكد عليكم مره اخرى بارطاجيو هذا الفيديو هذا. جزاكم الله خيرا. خليو لينا التعليق ديالكم، وخليو لينا القلوبه ديالكم وجيم وكومونتيرات ديالكم، وجميع المسائل اللي كتشجعنا باش نزيدو نبارطاجيو معكم فيديوهات اخرين وموديلات اخرين ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى فيديو آخر إن شاء الله.